انا وصلت وقلت كل شيء مجهز، حتى ارقام انا ما اعرفهاش، قالوا لي كان في اخذوها من يعني من شركه موبايل ان هي كانت تتبعني، يعني لها فترات انا ما اعرفش عن هذا الارقام. انا لما وصلت وقد ملفي جاهز، ما معش الا ان انت تعترفي ماشي التعذيب، ما فيش انه اوقع على حاجه او انهم حاجه اخذوها من جوالي، لان كان جوالي ما فيش حاجه. فلما وصلت قد عملوا لي قضيه خيانه وطن وارهاب دوله، وقد الرسائل الشخصيات اسماء ضباط سعوديين اسماء كذا، عشان اتكلم بهذا الشيء ان انا اعرفهم بالرغم اني ما اعرفهم والله. وقعنا بعد شهرين وشوي بعد ما فقدت عيني، انا فقدت عيني اليمين بسبب الضرب في الطاولة. لما كانوا يضربوني يضغطوا علي، يعني بعد ما اثناء التحقيقات كان جهة يعني يوما يربطوني الى سلم حديدي من ساعتين ثلاث. يعني إذا ما رضيتش أعترف معاهم ويجي التحقيق من الساعة 4 فجر، من الساعة 4 عصر إلى الساعة 4 فجر. إذا ما اعترفتش معاهم يعني خلال هذيك الساعة من الساعة 12 إلى فجر يربطوني على سلم حديد على يد واحدة، أو من الصبح إلى ظهر. وثاني شيء التحقيق يصبوا ملا الكتف أو الرجل، يصبوا بالصحامة وتزك بالصاعق الكهربائي لما يجلس يوم كامل وأنت مشلول، ما تستشعرش بأي حركة أو بأي استشعار في الجسد اللي انضرب. اختطفوني في 2 أغسطس شهر 8 2019 الساعة 4 فجر، اقتحموا البيت ب5 طقوم و2 باصات زينبيات. فجولي بدون أمر قضائي. يعني لو كان علي شيء انهم جولي في وضح النهار. طيب انا مدانوا علي اثباتوا علي شيء ان انا يعني سواء كنت عميله او خاينه وطن، جولي في وضح النهار، مش انهم يجولي الساعه 4 فجر بدون ما يسكتوا ويقتحموا البيت بهذه الطريقه بهذه الوحشيه. اقل شيء هنا اقل شيء يدقوا الباب دق او يضربوا الجرس عشان نفتح، هذا على طول يخلعوا الباب خلع. لما فتحوا الباب هزروا اللي فتح الباب قالوا من برديس الصاغي، دخلوا قالوا هذا يعني برديس الصاغي في هذه الغرفه. مجرد ما انا اشتي افتح الباب عندما دقوا لي اشتي افتح الباب لو النسوان والرجال دخلوا عليه منظر يعني وحش، منظر انا ما قدرت انسى لا انا ولا اولادي لحد هذه اللحظه. يعني لما تتخيل واحده تكتفني واحده تفتشني وانا نوم بين اولادي وخمسة وستة يعني حولي كثير، من ضمنهم سلطان زابن يعني بالرصاص بالسلاح العرضي وعرض اولادي.